عبد المجيد تبون قال لكم راني مانيش نقصد البريكس، راني نقصد البركوكس. راهو حطينا 1.5 مليار من الدولارات في البركوكس مش في البريكس. دونك ما قبلوش جد باباها، ما عندهاش دبلوماسيه، دونك ما قبلوش جد باباها. وش حشم لافروف يهضر عليه هو ان الجزائر ما عندهاش ان بروجي ايكونوميك. ماشي لفلسطين الشهداء، وماشي للبوليساريو، وماشي البلدان الافريقيه كامل اللي محيت لهم الديون، ودركا اثيوبيا راهي داخله البريكس وانت راك تتفرج كالحيوان. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. منظمة البريكس، ما هو عبد المجيد تبون قال لكم راني مانيش نقصد البريكس، راني نقصد البركوكس. راهو حطينا 1.5 مليار من الدولارات في البركوكس مش في البريكس. علاش فاهمينه بالغلط عبد المجيد تبون؟ علاش مسكين تفهموه بالغلط؟ هو أراد أن يقول وضعنا 1.5 مليار من الدولارات في منظمة البركوكس. إذا منظمة البركوكس راهي بعيدة على منظمة بريكس. شفت شنقريحة واش ينجم يدير محمد السادس؟ ألو الجزائر لا، انتهى الأمر خلاص. لأنه بوابة إفريقيا الكلها يلزموا يتعدوا بالإمبراطور محمد السادس باش ياخذوا الإشارة الخضراء للاستثمار، سواء كانت روسيا أو الولايات المتحدة الأمريكية أو الصين أو كلابهم. لازمكم تفهموها تحطوها في روسكم. جاي قيس سعيد يستقبل في بن بطوش ولا شو اسمه ذايا رئيس الصناديل. يا ولادي بوابة إفريقيا يجب أن تمر وتأخذون الإشارة الخضراء من الإمبراطور محمد السادس، وأقسم بالله على ما أقول شهيد. الدولة الوحيدة اللي توا مخالفة محمد السادس في إفريقيا هي جنوب إفريقيا، وقريبا بتشوفوا الانقلاب في جنوب إفريقيا بإذن الله. نعودها لكم. الهيبة والمواقف على الساحة الدولية. عندما تقرأ الجورنال الجزائري كل يوم يقولوا باللي الدبلوماسية الجزائرية راهي تأثر في المنطقة، الدبلوماسية الجزائرية ولات انكونتورنابل، الدبلوماسية الجزائرية الكل يسمعوا لها عندما تتحدث، الكل وافق على الطرح الدبلوماسي لحل الأزمة في النيجر. يا أخي مي بور سي بيي دو بريكس، لو برازيل، لا روسي، لاند، لا شين، لافريك دو سود، الجزائر ما عندهاش هيبة دولية، دونك ما قبلوش جد باباها. ما عندهاش دبلوماسية، دونك ما قبلوش جد باباها. وش حشم لافروف يهضر عليه هو أن الجزائر ما عندهاش ان بروجي ايكونوميك، ما عندهاش مشروع اقتصادي. عندما اسكو راكم تظنوا خاوتي باللي هذا الدول ما على بالهم شنو يصرى في الجزائر؟ على بالهم باللي الطرق تاعنا محفوره، على بالهم باللي ما عندناش الضوء في لي سيتي تاعنا، في الكارطيات تاعنا، على بالهم باللي لو بارك اوتوموبيل تاعنا إلي فييسون، على بالهم باللي أجهزة الأمن في بلادنا راهي تعذب في دي جون ألجيريان، آخرهم بن جامع عذبوه وداروا له تورنفيس جوست باش يحلوا التليفون تاعو بلي زومبرانت. دونك ان بي اللي راهو يعذب ويحارب في ولادو، ان بي اللي راهو يمد 50 يورو ولا 50 دولار كوم بريم، سي اون بريم دو شوماج باسكو راهو il est en train d'actionner un levier grave لبلادنا. وعلى نقول هذا الكلام؟ باسكو في نفس الوقت راهو يمد في 1 ولا 1.5 مليون لي شومير، وفي نفس الوقت راهو يدمر في الاقتصاد الجزائري، لأنه يمنع من لو بروميي. شكون اللي راهو يخدم في الناس؟ المؤسسات الصغرى يا أخي، هي اللي راهي تخدم في الناس. لي غروس انتربريز هذوك سوناتراك وكومباني يخدموا ولادهم اكسيتيرا، بصح المواطن المسكين كما تا وانا
يخدموهم لي موين لي بوتيت زونتربريز. هاد لي موين لي بوتيت زونتربريز راهو يدمر فيها تبون. ما تجيبش السكر، ما تجيبش العدس، ما تجيبش الباقوليا، ما تجيبش اللوبيا، ما تجيبش السكر، هو ما تجيبش الحوايج اللي حنايا اون برودوي. اذا كان لا برودكسيون تاعك ما عندها حتى معنى. اذا كان لا برودكسيون تاعك فشفاشي، بوركوا تو امبوز للمواطن الجزائري انه يشري الفشفاشي وما يشريش حاجه خدومه احسن من البرودوي تاعك. لوسكو البرودوي تاعك يولي كونكورونسيال، المواطن يشريه اوتوماتيكمون حتى وين يلقى ان برودوي اترونجي. دونك لا ديمارش ايكونوميك تاع تبون وصحابو خطا. وعلاه؟ باسكو عايشين في ان سيركل فيرمي، ذهنيه قديمه ما على بالهمش راهو يصرى في العالم. الازمات الاقتصاديه اسكو تصرى غير في الجزائر؟ فوزالي مدير نو، تصرى في كل دول العالم. دونك وعلاه الجزائر الرئيس تاعها يهضر على العدس ويهضر على اللوبيا ويهضر على الحليب ويهضر على الزيت؟ وعلاه؟ باسكو ما عندوش اون سوليسيون ايكونوميك لهذه المشاكل. واش ولا يدير؟ ولا يدير اون سوليسيون بوليتيك، اون سوليسيون سيكوريتير. لينا حكمونا 20 سنه حبس، لينا حكمو نديرو 30 سنه في الحبس، نسيه في لا دات دو نيسونس تاعو. فضيحه جديده في نفس القضيه، يعني ما راح نخرجوا من فضيحه البريكس. كنا تكلمنا على الانضمام لانه لابد اننا نفرق. تكلمنا على قضيه الانضمام الى البريكس كمنظمه كمجموعه اقتصاديه، والان راح نتكلموا على شيء اخطر، راح نقول لكم لماذا اخطر، وهو الانضمام الى يعني بنك البريكس والمليار ونصف مليار دولار اللي كنا تكلمنا عليها من قبل، واللي كان تكلم عليها الرئيس المعين تبون. وكما كنا نسمعوا كان يقول باللي اشترينا اسهم في بنك البريكس والقضيه منتهيه والامور عاديه وما كان حتى مشكل. راح تشوفوا اليوم ستبكون دما صدقوني على حال الجزائر، ستبكون دما على حال الجزائر يعني وما قام به النظام الجزائري في هذه القضيه تاع الانضمام الى بنك البريكس والاكذوبه الكبرى تاع الرئيس المعين تبون. لكن بطبيعه الحال راكم تعرفوا قبل ما نتكلموا على الفضيحه الكبرى وعلى فضيحه المليار ونصف مليار دولار، نبدا لكم فقط بقضيه. تعرفوا باللي كاين دخول مدرسي، وملايين من الجزائريين وملايين من العائلات الجزائرية الآباء والأمهات ما يرقدوش في الليل. فاش يفكروا؟ يقول لك كيفاش نشتري أدوات مدرسية لأبنائي، كيفاش نشتري مئزر، كيفاش نشتري محفظة، كيفاش نشتري مقلمة. يا خويا نتوما راكم تقولوا باللي النظام الجزائري ما يفكرش فيكم. خسئتم الناس اللي يشككوا في أنه النظام الجزائري يهتم بالشعب الجزائري وبقضية الدخول المدرسي وبالأوضاع الاجتماعية تاع الجزائريين. النظام الجزائري كان رده جاء على السريع ورد على اهتمامات العائلات الجزائرية. حملة جزائرية لشراء الأدوات المدرسية. يا خويا وش بيكم انتم تقولوا النظام الجزائري ويوزع اموال مليار ونصف مليار دولار على البريكس والفلسطين والبوليساريو وغير ذلك؟ يا النظام الجزائري اطلق حمله اصبر عفوا حمله جزائريه لشراء الادوات المدرسيه وين لتلاميذ غزه. سامحونا الغلطة فيا، ما كملتش العنوان. أنا شوياكم تعرفوا أنا كما نصر النظام شوية الحرارة تطلع لي للراس وننسى على روحي. يا خويا يا سيدي، هاي حملة جزائرية لشراء تلاميذ غزة
فلسطين الشهداء كالعادة يا خويا، كالعادة. ندعموا فلسطين الشهداء. نتوما الجزائريين يخيني درت منشور البارح وكاين اللي غاضوا من الحال، قلت لهم اللي حب ادوات مدرسيه بسعر معقول وحب العيش الكريم يودي يروح يطلب اللجوء عند البوليساريو في تندوف ولا روح لفلسطين واطلب الجنسيه الفلسطينيه وتعيش وتاكل اللحم وتشري ادوات مدرسيه وما كان حتى مشكل. لكن حنا في الجزائر الله غالب اخويا، ما نقدروش ادوات مدرسيه للشعب الجزائري. دبروا راسكم خويا العزيز، دبروا راسكم. واليوم كي راحت مسكينه داروا فيها اللي ما يندارش، راحت لهم وزيره الخارجيه الليبيه. هذا على السريع فقط هذو اليامات اللي راني نتكلم لكم عن الموضوع هذا. عقد وزير الخارجيه الاسرائيلي إيلي كوهين اجتماعا مع نظيرته الليبيه نجلاء المنقوش في ايطاليا الاسبوع الماضي، وذلك حسب ما اعلنت وزاره الخارجيه الاسرائيليه. في حين نجلاء المنقوش وزيره الخارجيه الليبيه قالت لك انا عندي خيارين، قالت لك يا ندير كيما النظام الجزائري ونبعث الادوات المدرسيه لغزه والشعب الجزائري ما عندوش ادوات مدرسيه ونبعثوا ملايين الدولارات لفلسطين الشهداء. قالت لك انا عندي الخيار هذا، ندعم فلسطين الشهداء ولا نروح نتقرب من الناس اللي داروا هذه. مثلا هذه حيفا مدينه اسرائيليه، هذه ماهيش فلسطين الشهداء، فلسطين الشهداء ما يديروش هذه. مثلا تل ابيب راكم شفتوا كيفاه القضايا وينوضوا عليها، وخصوصا الجزائريين قال لك كيفاش والتطبيع ومنا. يا خويا حنا نوزعوا اموالنا ملايين الدولارات من اموال الشعب، ويزيد الناس اللي يروحوا يحوسوا على مصالحهم نزيدوا نلوموهم. او راح اليوم قال لك رئيس حكومه الوحده الوطنيه الليبيه عبد الحميد دبيبه يقرر وقف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل ويحيلها للتحقيق. هما تاني مساكن عندهم من الليبسطينيين. ليبيا راهي في حرب، راهي محترقة. خليفة حفتر راهو جاب الروس، استنجد بالروس لمساعدته. نجلاء المنقوش مسكينة قالت لك نروح نطبع مع إسرائيل ندي مصالح امتيازات، التقت مع وزير الخارجية الإسرائيلي والحمد لله. وهي كل الدول تاع المنطقة رايحة للتطبيع. المملكة العربية السعودية، تونس عن قريب راهم يفكروا إن شاء الله يروحوا للمسار هذا. بصح حنا فلسطين الشهداء نبعثوا لها ملايين الدولارات، الناس كامل خلاص طلقوا طلقوا حاجة اسمها الشعارات، ماشي طلقوا القضية الفلسطينية. اللي يحب يتضامن مع القضية الفلسطينية يدبر راسو. بصح الفلسطينيين نفسهم راني نقولها وراني نعاودها. نريد السلام مع إسرائيل. أولا إسرائيل جارتنا، نريد أن نعمل سلاما معها ونعيش بسلام معها. وعندما يحصل السلام بيننا وبين إسرائيل هناك 57 دولة إسلامية كلها مضطرة أو راغبة أن تقيم علاقات مع دولة إسرائيل بعد أن. شوفوا يا الجزائريين، يا أنا يا نتوما، يا تترباو وتوليو تقولوا حنا يهمنا الجزائر، يا ما تترباوش. وكل يوم كل ما نظهر راح نجيب لكم المقطع هذا وراح نتكلم لكم على الفلسطينيين اللي عايشين أحسن من الجزائريين. انت يرحم باباك، يرحم جد باباك، كي تشوف هادي ما يغيدكش الحال. الحمله الجزائريه لشراء الادوات المدرسيه لتلاميذ غزه وملايين الدولارات اللي تروح لتم، ما تحسش هكا ما يغيدكش الحال. وزيد كي تشوف، نزيد نعاودها لكم، راني قلت لكم نولي كل ما نظهر لازمكم تشوفوها. متوسط الرواتب في فلسطين الشهداء، فلسطين المرتبه الثامنه ب 770 دولار اخويا، حنا رانا لتحت ب 249 دولار. راكم تشوفوا في الفرق 3 أضعاف. عايشين خير منا، ياكلوا خير منا، عايشين مع الإسرائيليين، يخدموا في الشركات الإسرائيلية، معززين مكرمين، يطبعوا مع إسرائيل. محمود عباس نهار راح في الليل عند وزير الدفاع الإسرائيلي، عادي سهرانين وضربوا الكنافة
والعلاقات عادية. لما يكون موت يروح محمود عباس يقدم العزاء، خوا بصح حنا في المنطقة كي تجي تونس تقول لك حابة نطبع من أجل مصالحي، وليبيا تقول لك نطبع من أجل مصالحي، تنوض الدنيا. ينوض لك الجزائريين والليبيسطينيين والتونسطينيين، بصح ما كاينش جزائريين يدافعوا على مصالح الجزائر ويدافعوا على الشعب. هادو درك الجزائريين شكون يدافع عليهم؟ شكون يدافع على الجزائري اللي ما يلقاش الادوات المدرسيه تاعو في الدخول المدرسي؟ على بالكم في الايام الاخيره جاوني ناس عمري ما سمعت بيهم. تكلمت على الجيش، تكلمت على على الكوارث داخل الجيش الجزائري، تكلمت على اوضاع الجزائريين، تكلمت على قضايا سياسيه. ناس عمرهم ما جاو عندي قالوا لي نناقشوك، قالوا لي رواح نحكيو على القضايا تاع الجزائر. تكلمت على فلسطين الشهداء، قلت لهم اللي حب مصالحه يروح يطبع مع اسرائيل بدايه بتونس، ويجي منين الجزائريين؟ هذا كلام لن نقبله. انت كافر، خرجوني من الاسلام. دواعش الجزائريين داعشي وخوه، بصح باش يروح يحارب. انا قلت لهم يا جماعه اللي حب مصالح تاع فلسطين يا خويا يركب في طائره لجمهوريه مصر العربيه وروح جيت معبر رفح، تلقى دي باسور يدخلوك لفلسطين الشهداء، وروح واجه اسرائيل. والله كي تحط لك السلطات الامنيه الاسرائيليه حبه في الراس، غير نقول لهم انا هذاك البنادم انا احترمه لانه جزائري وكي مات من اجل فلسطين الشهداء صار فلسطيني. خلي مت من اجل قضيتك. حنا قضيتنا الجزائر، قضيتنا الشعب الجزائري، قضيتنا الادوات المدرسيه اشريوها للشعب الجزائري، ماشي لفلسطين الشهداء، وماشي للبوليساريو، وماشي البلدان الافريقيه كامل اللي محيت لهم الديون. ودركا اثيوبيا راهي داخله للبريكس وانت راك تتفرج كي الحيوان.